السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا النهارده مش بعمل اكل ولا عصير ولا صابون ولا اي حاجة. انا هتكلم على حاجة. البيت كله محتاجها، عايز يغير فرشه. عروسة عايزة تجهز نفسها. ربة المنزل عايزة تغير غرفة الأطفال. فأنا النهاردة جايبة لكم غرفة أطفال. هي مش غرفة أطفال، هي غرفة شبابي مكونة من سريرين، متر وعشرين. وده الكومودينو بتاعه بتسريحة. طبعًا مش عايزة أقول لكم الخشب حلو جدًا، جدًا، جدًا. والمكان اللي أنا باقول لكم هاقول لكم عليه اللي هو يتجاب منه، مكان يعني أنا مش عارفة الناس ليه ما بتروحش تشتري من هناك. يعتبر إن هو مكان في حتة حلوة جدًا. مش حتة high class يعني، حتة شعبية بس مهما تمشي ومهما تروحي ومهما تيجي بتلفي لفة عشان خاطر تلاقي اللي انت عايزاه، مش عارفة تختاري ايه ولا ايه. تمام. انا النهاردة عندي صاحبتي، انا كنت قايله لها على الشارع ده، على المكان دوت. ووديتها عند الحاج ياسر. ربنا يبارك له بصراحة، ويرزقه راجل في كمية الأخلاق وكمية الذوق. جبت لها غرفة الأطفال ديت. ده أولا كابوتونيه. هو مش كابوتونيه تحتيه فايبر كتير، هو مبطن على يعني فايبر خفيف وتحتيه خشب. تمام. هوريكم دلوقتي. يعني بصوا، حلو جدا والقماش حلو قوي. هو قال لها دوت احنا عاملينه على خشب، عشان انتي لو حبيتي تغيري اللون في اي وقت هتشيليه، هتخلي الراجل يشيلهولك. وهتعملي وتحطي قماش تاني لو عايزه تحبي ان انت تغيري القماش بتاعه. تمام. الشغل بقى دوت اللي عليه ده، الشغل الاسلامي ده حلو جدا، ويعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لها في الحاجه. وطبعا اللي هو اللون الذهبي ده ما بيروحش. قال لي اهم حاجه ان الخشب ما يتلمعش بميه نهائي، عشان خاطر الخشب بيبوظ من الميه. الخشب زان، مش كبس، مش اللي هو الكونتر الكبس ولا الكلام ده. لا، انا روحت معاها وشفت الخشب، ولفينا في الاماكن ديت وشفنا الخشب هناك. الاماكن كلها الخشب بتاعهم زان. مفيش حاجة اسمها كبس خالص، اللي هو بتاع الكبس اللي معرفش هو بيقولوا عليه كبس، بس هو بيبقى فيه خشب عامل زي ورق الشجر كده. ده أولًا مش حلو يعني. بصينا في ضهر السرير، لقينا ضهر السرير ما شاء الله الخشب حلو. الدولاب نفس الموضوع، الدولاب متر ونص، وفي غرف شبابي الدولاب مترين. أنا هانزّل لكم الكارت بتاع الحاج ياسر. عنده غرف شبابي حلوة جدًا، جدًا، وأشكال وألوان. وفي اللي هي السرير بيبقى فيه السرير من فوق كده فيه إضاءة، والدولاب نفس الموضوع. وفي اللي هو السراير اللي هي المضيئة بس بيبقوا حاطين ليد من جوه، حلوة قوي قوي قوي. بصي ده الكوميدينو، هو كوميدينو بمراية. وبصي الرجلين عاملة ازاي، الرجلين ذهبي مش خشب، رجلين مذهب. وده السرير التاني. يعني بصراحة حلو جدًا، جدًا، جدًا. وأنا قُلت لازم أورّيكم إن أنتم تروحوا تجيبوا الخشب، أورّيكم غرفة الأطفال تروحوا تجيبوا الخشب من هناك. اللي عايزة تجدد، واللي عايزة غرفة نوم، واللي عايزة سُفرة، اللي عايزة السُفَر هناك بتتباع. لو أنتِ عايزة ترابيزة بكراسي لوحدها والنيش لوحده، لو أنتِ حابة إن أنتِ مش عايزة يعني نيش كبير، في نيش صغير. وفي لو مش عايزة نيش خالص وعندِك نيش وعايزة تجيبي ترابيزة بكراسي، في هناك متوفر وأسعار حلوة جدًا. وفي دواليب لوحدها، في دواليب متر ونص وفي دواليب مترين.
انا مش عايزه اقول لكم هناك الاسعار عامله ازاي بصراحه. في ترابيزات شيك جدا لاي ركنه، ترابيزه في النص بين كنبتين. برضو يعني انا مهما اوصف لكم المكان هناك ومهما تمشي عايزالك، يعني احنا لفينا 4 ساعات ونزلنا تاني يوم، لفينا عقبال ما لقينا اللي هي عايزاه. يعني وكله هي مش عارفة تختار من جمال المكان ومن جمال الغرف بصراحة والخشب بتاعهم. فبصراحة هناك في أشكال وألوان. هنزل لكم الكارت وهقول لكم على المكان، هوريكم الدولاب دلوقتي. بصوا ده الدولاب، ما شاء الله يعني. بص الايد بتاعت المقابض بتاعت الدولاب عامله ازاي، لونها ذهبي. هما اللي عاملينها وركبوا لها الايدين ديت ساعه لما كانت ماشيه. قالوا لها يا نركبهم لك يا انتي، احنا هنخرم لك مكانهم وانتي خديهم ركبيهم في البيت، ومعاهم المسامير بتاعتهم. فعملوا لها مكان الخرم بتاع المقبض الدولاب، وهي ركبتهم في البيت. وبص الخشب عامل ازاي. بصوا الجمال، دي مراية بس مراية فومي، مش بيضة، اللي هي فومي اسود. بصوا الدولاب عامل ازاي. ده دولاب 1.5 متر، ما شاء الله. يعني الخشب اللهم بارك يعني، حلو جدا جدا جدا. ربنا يبارك لها في الحاجة بتاعتها. وربنا يبارك للحاج ياسر بصراحة اللي انا اتعاملت معاه. والناس بصراحة هناك ذوق جدا. وممكن ان انتي تفاصلي برضو معاهم، في اللي بيفاصل وبينزل. يعني انتي لو بتفاصلي ممكن ينزلك، وفي ناس ما بتحبش ان هي تنزل. يا رب يكون بس الإضاءة عالية كده وانتوا شايفين الخشب عامل ازاي. الحاج ياسر ده بصراحة يعني الغرفة هو بصراحة يعني سعره حلو جدا. في غرف شبابي تسريحة كاملة ودولاب 2 متر. بس هي بصراحة عشان الغرفة صغيرة، فهي حبت ان هي تجيب التسريحة ديت الكومودينو بالمراية. هي المراية لازقة فيها على فكرة، والمفرش ده تحتيه ازاز. تمام. الكومودينو اصلا شكله شيك جدا. وعايزه اوريكم الكومودينو من جوه عامل ازاي متبطن. بصوا الدرج من جوه عامل ازاي. الدرج ده متبطن قطيفه نبيتي، طبعا حلو جدا وشيك. طبعا قليل قوي لما تلاقي حد يكون مبطن الكومودينو من جوه. وده الازاز. طبعا الكومودينو شيك جدا. وطبعا انتوا بتعرفوا ان الحاجة نظيفة وحلوة من الخشب، وفي نفس الوقت ان الكومودينو معمول بنظام من جوه حلو قوي، ان هما مش مخلينه على الخشب علشان خاطر ما يتوسخش. عم مبطنينه بقطيفة. الدولاب متقسم ناحية ارفف. تمام. 3 ارفف وكبار، مش صغيرين. والناحية التانية شماعة برف. تمام. هي مقسماها، هي مخلية ضرفة، يعني الضرفة بتاعت ابنها وبنتها، والضرفة التانية هي معلقة عليها جواكت، والباقي كله متطبقة تحت. يعني ايه؟ علشان خاطر الدولاب ما يبقاش كبير قوي والمساحة اصلا صغيرة. فيعني احنا بنستغل المساحات الصغيرة بكده. فاللي عندها مساحة صغيرة مش عارفة تعمل ايه، لا انت عندك ان انت تجيبي سرير 1.20 متر، وعندك اللي انت تجيبي كومودينو بتصريحة زي ده، وتجيبي دولاب 1.5 متر. اما لو انت عندك السراير ما عندكيش دولاب، هناك في دواليب لوحدها بتتباع لوحدها، بتاخديها برضو. وممكن لو انت عايزة تغيري اللون ممكن يغيرولك اللون. تمام. انا هوريكم الكارت دلوقتي. ده الحاج ياسر سنباطي. المكان ده 15 ضرب الطاحون، عمارة سيد طاهر المناصر.
يا جماعة المكان ده في سوق المناصرة. المناصرة تحفة. فين المناصرة دي؟ بعد يعتبر ناحية عابدين كده. المكان ده وهم وهم وهم. يعني انتوا عشان خاطر تروحوا لازم تنزلوا من بدري علشان خاطر تعرفوا تلفوا. احنا نزلنا من بدري، تعبنا بصراحة. قعدنا 4 ساعات او 5 ساعات بنلف. مش يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك للناس كلها. المكان كبير جدًا وشوارع كلّها، يعني هو في شارع رئيسي وبعد كده تخشي شارع جوّه شارع، شارع جوّه شارع، وتخرجي وتخشي الشارع اللي وراه. لأ، هو الشوارع كبيرة جدًا وكتير، وفيها زي حواري ضيّقة، كلّها بقى يمينِك وشمالِك طول ما أنتِ ماشية. جنبِك يمينِك صالونات وسُفَر وخشب. خشب ده هُم سايبين الخشب كده. هُم علشان خاطر الناس اللي عايزة تغيّر اللون أو تعمل اللون، فهُم سايبينه خشب من غير لون. على شمالِك كلّها بقى محلات، ترابيزات وكُلّه. بُصّي، أنا مهما أقول لكم أنا برضه مش هاعرف أوصف لكم زي ما أنتم هتروحوا تشوفوا المكان هناك عامل إزاي. يا جماعة المكان ده وهم بصراحة. المكان ده مش واخد حقه في الناس إن هي تنزل تتفرج أو تشتري منه حاجة. المكان ده يا جماعة اللي عايز يغير فرشه، اللي عايز اللي بتتجوز واللي بتجهز، البنات اللي عايزة تختار فرش، لأ ده فيه سفر تحفة. وعلى فكرة السفر مش كبيرة، في حاجات كبيرة وفي حاجات صغيرة. لو انتِ مساحتِك صغيرة والreception بتاعِك صغير، في سُفَر مربّع وفي سُفَر مستطيلة وبيضاوية، فأنتِ ممكن تختاري اللي أنتِ عايزاه على حسب المساحة بتاعتِك. والكراسي بتاعتها، في سُفَر 4 كراسي، وفي سُفَر 6 كراسي، وفي سُفَر 8 كراسي. لو أنتِ مش حابة نيش. أمّا لو أنتِ عايزة نيش بتاخدي السفرة بالنيش كاملة، يا إمّا بتختاري النيش اللي أنتِ محتاجاه. النيش بيبقى يعتبر عبارة عن 4 أرفف إزاز أو 3، وبيبقى إيد واحدة، مقبض واحد بس بيتفتح منه مش ناحيتين. ألوانات بقى وأشكال فضي ودهبي وشامبين، الألوانات دي كلّها. إن شاء الله تروحوا هناك. أنا يعني أنا باقول لكم لازم تروحوا تتفرّجوا. عايزة تبدّلي غرفة الأطفال وعايزة تجيبي واحدة حاجة حلوة، روحي هناك في سوق المناصرة. بجد سوق المناصرة ده يعني أنا ما كنتش متوقعة إن أنا هالاقي المكان ده حلو أوي كده. يعني أنا قُلت لها تعالي ننزل نشوف، مش هنخسر حاجة، إحنا الواحد أمّا بيسمع عنه، أنا كنت أول مرّة أنزله. لمّا رُحت بصراحة اتوهمت، ما كفّيناش يوم إن إحنا نلِف، قعدنا يومين بنلِف. رُحنا أماكن كتير تانية، قارنا بينه وبين سوق المناصرة، لأ سوق المناصرة أرخص من الأماكن التانية اللي إحنا شُفناها. ورُحنا أماكن بصراحة يعني بعيد يعني. برضه لقينا إن سوق المناصرة أرخص من أماكن تانية كتير، في خشب وفي قماش، في المعاملة، في الحاجات اللي إحنا بنشوفها كتير، محلات ما شاء الله كتير جدًا، وكل واحد حاطط في محله حاجات مختلفة عن التاني. وما تعرفيش، يعني أنتِ مش عارفة إن أنتِ تروحي عند ده والّا تروحي عند ده والّا تروحي عند ده. كل الأوض عاجبينِك وكل حاجة عاجباكِ، مش عارفة تروحي عند أنهي واحد بالضبط عشان خاطر تاخدي منه اللي أنتِ عايزاه. ده موضوع النهارده، ويا رب يكون أفدتكم بحاجة. وأنا سِبت لكم الكارت. الحاج ياسر ده عنده أطفال، غرف أطفال، وعنده غرف نوم، وعنده غرف برضه شبابي اللي أنتم شايفينها دي. إيه الفرق بين غرفة النوم الأطفال وغرفة الشبابي؟ غرفة النوم الأطفال اللي هي الملونة، اللي تلاقي فيها الدولاب فيه ميكي ماوس وألوانات كتير كده، والسراير نفس الموضوع. غرف الشبابي إحنا بنقول عليها غرف شبابي عشان خاطر هي بيبقى بُني، بُني اللي هو الفاتح دوّة أوي، يا إما البُني الغامق، يا إما كلّها كوبيتونيه. فده بيتسمى إن هو دي غرف شبابي. غرف النوم اللي هي الكبيرة طبعًا، شكلها حلوة جدًا يعني حاجات كده وَهْم.
السُفَر برضه نفس الموضوع. فالحاج ياسر دوّة ما شاء الله عنده كذا محل بتاعه جنبه، كلّهم جنب بعض، فاللي عايز هيتصل بالرقم ده ويقول له أنا تبع أم سيف اللي جات أخدت الغرفة الشبابي، أو مدام آثار، بس خلّيها أم سيف عشان خاطر هو يعرفني بأم سيف. تمام، يقولوا إن أنا تبع أم سيف اللي جات أخدت غرفة الأطفال. تمام، إن شاء الله هتغيّروا وتجددوا وهتروحوا وإن شاء الله هيعمل معاكم الواجب. والخشب هناك هيعجبكم، وطبعًا هتروحوا عنده وهو هيدلكم وهيقول لكم إيه الحلو وإيه الوحش، وإن شاء الله يعمل معاكم أحسن واجب. اللي عايز يغيّر فرشه، اللي عايز طبعًا يجهّز من أول وجديد، اللي هيتجوّزوا، الأماكن دي فيها كل حاجة. اللي عايز دولاب بتاع أطفال، طبعًا هي يعني طبعًا في الوقت اللي إحنا فيه الحاجة غالية، والواحد ما يفكّرش إن هو مثلًا هاغيّر، طب ما هو الحاجة غالية، الدنيا بتغلى. لأ معلش، أنتِ بتجدّدي، يعني كل فين وفين الواحد لمّا بيجدد المكان بتاعه. فين وفين لمّا بتجيبي حاجة لولادِك. فطبعًا دي بتبقى حاجة للعُمر. بنجدد عشان خاطر يبقى ولادنا كده يبقوا فرحانين ومبسوطين بالحاجة ديّة. والله أنتِ عندِك سراير وعايزة دولاب، عادي، في دواليب هناك لوحدها. تعرفي حد وهيتجوّز، قولي له روح المكان الفلاني، هتلاقي أشكال وألوان هناك، هو المستفاد أحسن ما يجيب بالشيء الفلاني برّه. إن شاء الله هيعجبكم الفيديو لمّا تتفرّجوا عليه. وادعوا لي بقى علشان خاطر الحاجة دي طبعًا قليل أوي لمّا حد بيعملها ويدلّكوا على أماكن كويسة. فإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.